هو أنا ينفع أكون عندي معلومة وما أقولهاش لحضرتك؟ طب تعالَ اسمع يا عم الحاج، عشان الموضوع بتاع المنتخب ده مضايقني أوي من امبارح، تمام؟ وأنا برضه بفضل الله أنا مش هاسكت على يعني في حاجات كده لازمًا الواحد يفهمها ويفهمها للناس. طيب، هو إحنا ليه مستغربين؟ هاقول لك ليه، يعني بعد اللي أنا عرفته ده إحنا ليه مستغربين؟ كابتن حلمي طولان اتعيّن إزاي لمنتخب مصر في ثواني في عجالة بسيطة أوي. كابتن حلمي طولان زي ما إحنا عارفين مترشح او من ضمن اللجنه الفنيه للاتحاد المصري لكره القدم، تمام؟ فكانوا مترشحين اتنين للجهاز الفني للمنتخب اللي هو طلع من البطوله ده، هو وهنا بوريده وبتاع. فقاعدين على الترابيزه جابوا اتنين خالص غير اللي هم متقايلين عليهم ايا كان الاسماء، تمام كده؟ طيب ماشي. وهم قاعدين كابتن هنا بوريده قال له ايه؟ قال له طب ما خلاص انت تشيل الليله ديت يا كابتن حلمي وبتاع ومش عارف ايه، احنا لسه هنجيب اتنين ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا كانه بيقسم تورته، ولا كانه بيقسم تورته. طب خد التانيه، كابتن حلمي طولان او منتخب مصر الوحيد اللي معهوش محلل اداء للمنتخب المصري، سافر من غير محلل اداء. طب خد الثالثه، احمد عاطف مهاجم زد، احمد عاطف مهاجم زد كان المفروض هو الاساسي في المنتخب بتاع مصر، تمام؟ لما بيراميدز حنت عليهم وبعت لهم مروان حمدي راح قايل له احنا هنعمل تقرير كده ان انت مصاب وبتاع ومش عارف ايه، واحمد عاطف عاطف مهاجم زد طلع فضحهم. احنا مستغربين من ايه؟ ولا اي حاجه.